أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور. معاكم نرمين كامل. بمناسبة شهر رمضان ومسلسلات رمضان جه في بالي سؤال: هو ليه الناس بتتابع مسلسلات معينة؟ وليه مسلسل بينجح عن التاني؟ الفكرة غالبا بتكون في مدى قرب المسلسل من الحقيقة، وقد ايه المتفرج بيشوف نفسه في ظروف بطل المسلسل واللي بيعدي بيه. ودايما بيكون في بطل هو المسؤول عن الخط الدرامي الرئيسي للمسلسل، وبيكون بقى فيه شخصيات ثانوية، وبيكون فيه كومبارسات ورا شغلتهم انهم يملوا الكادر وعينك مش بتروح عليهم اصلا. فده وداني لسؤال تاني: هو احنا عايشين حياتنا في دور البطل، ولا شخصية ثانوية، ولا كومبارس اللي ورا اللي ملوش لا صوت ولا تأثير؟ طيب ازاي نبقى احنا ابطال قصة حياتنا؟ ازاي يبقى لينا صوت وتأثير ونحدد مسار حياتنا؟ بس قبل ما نوصل للنقطة دي عزيزي المستمع، خليني أخدك في رحلة كده قصيرة في كتابة السيناريو. وبما إني درست صناعة سينما ودرست كتابة السيناريو، فلقيت إن دي فرصة مناسبة جدا إني أشارك شوية من المعلومات اللي درستها. البداية من عند واحد اسمه جوزيف كامبل. الراجل ده عمل كتاب بيعتبر هو الكتاب الأساسي والأهم لكتابة أي قصة في العالم. الكتاب ده اسمه The Hero with Thousand Faces. وفي الكتاب جوزيف كامبل اكتشف إن أي قصة في التاريخ ليها بناء درامي أساسي وما حدش بيخرج عنه، حتى مع اختلاف القصص بيفضل الأساس واحد. فجي شخص سنة 1977 حب يختبر الفكرة دي، وقال أنا همشي على كلام جوزيف كامبل بحذافيره وأشوف إيه اللي هيحصل. والمفاجأة إنه عمل فيلم بقى هو الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما العالمية على الإطلاق، وحقق إيرادات 775 مليون دولار، وهو تكلفته أصلاً 11 مليون دولار. الفيلم ده هو ستار وورز. والسبب في إن الفيلم أثر في ناس كتير هو إنه لمس حاجة جوه نفوس المشاهدين. اكتشف جوزيف كامبل إن كل القصص والأساطير ليها نمط بتمشي عليه، كل الشخصيات ليها دور، وفي رحلة معينة البطل الرئيسي بيمر بيها، والرحلة دي ليها مراحل وبيعاني من انتكاسات، وفي الآخر بيطلع منها منتصر. كلنا بننجذب للقصص والأفلام والمسلسلات لأننا من زمان، من أيام ما كان الإنسان عايش في قبائل وبيتجمعوا بالليل حوالين النار يحكوا حكايات، والحكايات دي كان هدفها إن الواحد يلاقي إجابات في عالم مبهم، إن يبقى الحكاية فيها إرشادات وحاجة يستفيدوا منها. ورحلة البطل اللي في الأفلام ممكن تتناسب مع مراحل مختلفة من رحلة الشخص العادي اليومية. هتيجي عزيزي المستمع تقولي: هو أنت جاية النهاردة تدينا درس سيناريو وكتابة ولا إيه؟ هقولك أصبر شوية، ما هو إحنا هناخد رحلة البطل دي ونمشي عليها إحنا كمان علشان نحقق أحلامنا. فخليك معايا للآخر ووعدك الموضوع هيعجبك. فتعالوا نشوف رحلة البطل اللي بيتفرض عليه ظروف صعبة ويغامر ويفشل لحد ما ينتصر ويرجع لحياته الأولانية، لكن وهو شخص تاني أقوى من الأول. لخص جوزيف كامبل رحلة البطل ل10 خطوات. الخطوة الأولى هي العالم العادي. بيبدأ كل بطل إنه عايش في عالم عادي وحياة عادية بمشاكل عادية. الخطوة التانية هي الدعوة للمغامرة. في يوم من الأيام بتحصل حاجة بتغير روتين حياة البطل وتحطه قدام حاجة صعبة جدا. الخطوة الثالثة هي رفض الدعوة. البطل بيتردد وبيحاول يبعد عن المشكلة ويتجنبها بأي طريقة. الخطوة الرابعة بيقابل الشخص اللي بيدله على الطريق، وده الشخص اللي بيقنع البطل إنه يخوض الرحلة. الخطوة الخامسة عبور البوابة للعالم الجديد، ودي اللي فيها البطل بياخد أول خطوة في العالم الجديد اللي مش عارف عنه أي حاجة. الخطوة السادسة التحديات اللي في الرحلة. بيواجه البطل مشاكل ونكسات وفشل، ولازم يتغلب عليهم كلهم علشان يكمل. الخطوة السابعة بقى إنه يواجه أصعب مهمة اللي هي ليفل الوحش. لما بيتغلب البطل على كل التحديات الأولانية، لازم بعدها يواجه أكبر تحدي على الإطلاق ويتغلب على أكبر عدو ليه وهو نفسه. الخطوة الثامنة المحنة. هي اللحظة اللي البطل بيقع فيها بسبب نقط ضعفه، لكن بيقرر إنه هيقوم ويكمل. الخطوة التاسعة بقى هي المكافأة. بيواجه البطل أكبر نقط ضعفه أو خصمه وبيخرج منتصر، وده اللي بيخليه شخص أقوى من الأول.
الخطوة العاشرة بيرجع البطل لحياته الأولانية لكن وهو شخص تاني بعد ما واجه خوفه وانتصر عليه. طيب كل الكلام ده جميل، هنستفيد احنا بقى منه ازاي؟ لما بيبدأ البطل رحلته بيكون في عيب شديد في شخصيته، زي مثلا في فيلم ألف مبروك كان أحمد حلمي في بداية الفيلم شخص أناني مش بيفكر غير في نفسه، وفي الآخر بيتغير وبيكون شخص حنين وبيقدر كل اللي حواليه. البطل وهو في حياته العادية بيكون رافض للتغيير، لكن بيخوض تجربة أكبر منه تخليه يتغير ويطلع منها إنسان جديد. كم مرة عزيزي المستمع اتفرجت على فيلم حسيت إنك نفسك تكون مكان البطل وتحقق اللي هو حققه؟ كم مرة حسيت إنك متحمس كده بعد فيلم ونفسك تكسر الدنيا؟ كلنا نقدر نكون أبطال لقصة حياتنا، لأن مراحل رحلة البطل دي شبه مراحل حياتنا. لما بيكون قدامك مخاطرة كبيرة ممكن بيها تغير حياتك، لكن انت بترفضها علشان خايف، فانت هنا بتختار انك ما تبقاش البطل، تكون من الكومبارسات اللي بتتفرج ورا. البطل لما بيقع وبيفشل بيقرر يقوم ويكمل تاني، مش بيستسلم ويبعد عن حلمه. يمكن ما نكونش اخترنا جيناتنا ولا احنا اتولدنا فين ولا اخترنا ظروفنا اللي احنا لقينا نفسنا فيها. جيناتنا وظروفنا حاجات مش هتتغير، لكن الحاجة اللي نقدر نشتغل عليها هو عقلنا. غالبا الناس بتلوم جيناتهم وظروفهم على قدرهم في الحياة، ويمكن ده يكون جزء من الحقيقة لكن مش كل الحقيقة. لأنك لو بصيت لقصص الأبطال هتلاقي إن البطل اللي هيحقق النجاح في نهاية الفيلم هو شخص ظروفه صعبة أو بيواجه تحديات كتيرة، بس هو ده اللي بيخليه بطل، إنه تغلب على كل التحديات دي لحد ما وصل للنهاية. بيقول جوزيف كامبل إن الدرس الرئيسي من كل القصص هو إن البطل يكون شخص فعال بيغير الواقع بإيده، ومش بيلوم على الناس اللي حواليه الوضع اللي هو فيه. لكن المكان الوحيد اللي موجود فيه اللوم هو جواك. لو ما كانش عندك الشجاعة إنك تتحمل مسؤولية أخطائك وتتحمل مسؤولية إن أنت اللي في إيدك مفتاح التغيير، فعمرك ما هتوصل لأي حاجة. لكن لو بصيت هو إيه اللي بيخلي البطل يستحق يكون بطل، هتلاقي إنه بيواجه كل المشاكل والكوارث اللي بتحصل له ويتخطاها. لأن أسهل حاجة إنك تلوم الناس على مشاكلك، لكن الصعب هو إنك تعمل حاجة علشان تواجهها. اللي بيفرق البطل عن الشخص اللي واقف ورا في المجاميع هو إن البطل بيدور جوا نفسه بعمق، وبيكون عارف إن أكبر معركة مش هتكون مع المجتمع لكن مع نفسه. لما هيتغلب على مخاوفه وأفكاره اللي بتمنعه إنه يكمل، وبس بمجرد ما بينتصر على نفسه بيبقى قادر إنه يغير الواقع. كل ده جزء من الرحلة اللي انت محتاج تعملها. هتلاقي قدامك طرق كتير وأبواب كتير بتتسد في وشك، لكن انت اللي في ايدك الاختيار. يا تختار انك تكمل وتدور على طريق جديد وباب مفتوح في وسط الأبواب المقفولة، أو انك تقف مكانك تتفرج على البطل وهو بيوصل لحلمه وانت ورا بتسقف ونفسك تكون مكانه. لما هتدرك ان انت اللي بتحدد مصيرك باختياراتك وأفعالك، هتكتشف قوة كبيرة جواك وبين ايديك. والطريق عمره ما هيبقى سهل، وساعات كتير هتلاقي كل حاجة واقفة ضدك، لكن البطل الحقيقي مش اللي بيعيش حياة سهلة، لكن اللي بيواجه كل الأزمات ويخرج منها راسه مرفوعة. ودايما البطل الحقيقي بيختار الطريق الصعب، لأنه عارف إن هو ده الطريق اللي هيوصله لهدفه. والصراع ده كله والمواجهة اللي هتخوضها مع نفسك وإزاي هتتعامل معاها هي اللي هتحدد إذا كنت هتبقى بطل ولا كومبارس. كل حد فينا جواه بطل مستني يطلع للعالم ويوصل لحلمه. البطل ده بيصحى لما بتقرر إنك تقوم بالرحلة جواك. فخلينا ما نبقاش إحنا اللي بنمنع نفسنا إننا نوصل. كل حاجة في الدنيا ليها تمن. لو عايز توصل لازم تتعب وتستمر وتكمل، تشتغل كل يوم علشان تقرب خطوة من أحلامك. كل حد فينا مختلف، علشان كده ما تبقاش نسخة بهتانة من حد تاني. خليك صادق مع نفسك وعندك الشجاعة إنك تكون أنت ومصمم على النجاح مهما حصل. دور على شغفك واعمل الحاجة اللي بتحبها. ما تخليش الأفكار السلبية تشلك وتوقفك مكانك تتفرج. جه الوقت اللي انت فيه هتخوض رحلتك. جه الوقت اللي انت فيه هتقرر انك تبقى بطل لقصة حياتك.
أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.